هلو اصدقاء كرتونيتا. بيبدا فيلمنا مع يحيى وهو بيعمل انترفيو عشان محتاج شغل بعد ما اتطرد من 4 شركات قبل كده، وبيفضل الموظف يساله هو ليه ساب الشغل الاولاني، وبيرد عليه بكلام كله غلط عشان هو في الحقيقه كان ضارب مدير الشغل بتاعه ومبهدل له مكتبه بسبب 500 جنيه مخصومين من الراتب بتاعه. وفي الاخر الاتش ار بيقول له انه هياخد معاهم 10000 جنيه، والحقيقه ان الراتب ده ما بيبقاش عاجب يحيى بس بيضطر يوافق بدل ما يفضل قاعد من غير شغل. وبعدين بنشوف سليم وهو قاعد مع خطيبته غاده في العربيه، وبيكون سليم مبرمج العاب وبيبقى عنده انترفيو في شركه عشان يعرض ليهم اللعبه اللي هو عملها، وبيبقى قاعد متوتر جدا بسبب سواقه غاده خطيبته، وبيقول لها ان هي ما بتعرفش تسوق، ووقتها بتتعصب عليه غاده وبتقول له انه ينزل من العربيه. وبيفكر سليم ان غاده بتهزر معاه لكنها في الحقيقه كانت بتتكلم بجد وبتزعق فيه جامد. فبيقعد سليم وقتها يفتكر اول مره اتقابلوا فيها، بيكونوا اتعرفوا على بعض في مدرج الجامعه. كان باين وقتها على سليم ان هو ما بيعرفش يتعامل مع البنات وانه خجول جدا، ودي اكتر حاجه خلت غاده تتشد ليه. ومع الوقت علاقتهم بتتطور لحد ما بيتخطبوا. وبعدين بنرجع لغاده وهي بتطرده من العربيه، فبينزل سليم من العربيه وما بقاش عارف يروح فين، فبترجع تقف ليه تاني تطلب منه انه يركب وبتتاسف، فبيركب سليم عشان مش بيبقى عارف هو هيروح ازاي. وتاني يوم بنشوف يحيى في الشغل وقت البريك، وبيكون واقف بره مكان الشغل بيشرب سيجاره ومش بيكون عاوز حد يعرف انه بيدخن. وبعد ما بيخلص بيدخل الشغل وبيشوف المدير بتاعه اللي بيكون بيتحب يتباهى بكل حاجه عنده زي عربيته بيته مراته كده يعني. وبعدين بيجي المدير وبيعزم يحيى على مكان هو وبقيه الموظفين هيروحوا يسهروا فيه بالليل، ولكن يحيى بيعتذر عشان بيكون عنده حاله وفاه عمه. وبعدين بنشوف سليم وهو واقف في الشركه وبيبدا ان هو يقول للمدير بتاع الشركه على اللعبه بتاعته ويفهمه هي بتشتغل ازاي، ولكن بيظهر وقتها ان المدير مش مقتنع بيها خالص وشايف ان هي لعبه تافهه، واصحابه الاثنين اللي بيبقوا معاه بيأكدوا على الكلام ده. فبيخرج سليم وبيبقى زعلان ان المدير طرده. وبعدين بيجيله تليفون من محامي العيله وبيقول له ان هو عاوزه يروح له المكتب عشان عايزه في موضوع مهم. ولما بيوصل هناك بيقول له المحامي اللي بيبقى اسمه سليمان ان هم هنا مستنيين حد كمان وهيبدا يقول هو عاوزه في ايه. وبعدين بيدخل عليهم يحيى وبيبان ان يحيى وسليم ولاد عم بقالهم كتير ما بيتقابلوش، بس محدش فيهم طايق التاني لان يحيى كان دايما بيتنمر على سليم ودايما بيضربوا بعض. فبيهديهم المحامي وبيقول لهم ان هو جايبهم هنا عشان موضوع مهم، وبيقول لهم ان عمهم محمود اللي كان سارق منهم الورث زمان مات من يومين في حادثه عربيه، وساب ليهم جواب ان هو كاتب لهم ورث ب 15 مليون جنيه، وكاتب ليهم في الجواب ان مكان الفلوس موجود في خزنه سريه في البنك، وان الخزنه دي مش هتتفتح غير بالبطايق بتاعتهم. فبيضطروا يروحوا هما الاثنين سوا عشان كل واحد ياخد نصيبه، ولكن بيبان ان مفيش حد فيهم طايق التاني. وبعدين بنشوف سليم وهو واقف مع غاده وبيقول لها ان هو هيجي يتقدم لها لانه خلاص بقى غني ومعاه فلوس، فبتقول له انها هتبقى تاخد له ميعاد مع باباها بكره. وبعدين بنشوف يحيى وهو داخل المدير بتاعه وبيقول له ان هو استقال من الشغل وان هو اصلا ما ينفعش يكون مدير، وبدا انه يهزقه وسابه ومشي. تاني يوم بنشوف سليم ويحيى وهم في البنك بعد ما موظف البنك جاب ليهم اللي موجود في الخزنه، ولما بيفتحوها بيظهر ليهم جواب وجنبه فيه مفتاح وبيكون مكتوب في الجواب ان هم يروحوا على عنوان معين ويحركوا العفش وهيلاقوا هناك خزنه، وبيقول لهم ان هم لما هيوصلوا هناك هيفهموا كل حاجه. وفعلا بيروحوا هم الاثنين المكان ولكن ما بيلاقوش الفلوس، وبيكون سايب ليهم بضاعه مخدرات المفترض ان ده ورثهم لما يبيعوها، فبيقفلوا المكان تاني وبيسيبوا كل حاجه زي ما هي وبيمشوا لان عشان ياخدوا ورثهم كده هيضيعوا مستقبلهم. وبعدين تاني يوم بنشوف يحيى وهو راجع للمدير بتاعه وبيحاول يعتذر له عشان يرجعه الشغل، ولكن المدير بيرفض وبيطرده من المكان. وبالليل بنشوف سليم وهو رايح يقابل ابو غاد عشان يتقدم ليها، وبيكون قاعد متوتر جدا لان ابوها بيبقى لواء في مكافحه المخدرات، وبيبان ان ابو غاده قاعد مش طايق سليم، فبيستأذن سليم وبيدخل الحمام من كتر ما هو متوتر. ولكن وقتها بيدخل وراه وائل اللي هو ابو غاده وبيعرفه ان هو مش مرتاح له وحاسس ان وراه حاجه، ولكن هيوافق عليه عشان بنته بتحبه، وبيحذره ان هو لو شاف منه اي حاجه مش عاجباه هيندمه اخر ندم. بيرجع سليم البيت وبيشوف ان اصحابه علي ووليد اللي عايش معاهم في نفس البيت لمين هدومه كلها وبيقولوا ان هو لازم يمشي ويسيبهم لانه ما بيدفعش الايجار، وان في حد جه هياخد الاوضه بسعر اعلى. ووقتها سليم بياخد هدومه كلها وبينزل يقعد في العربيه. وبعدين تاني يوم يحيى وسليم بيتقابلوا وبيحاول يحيى يقنع سليم ان هم يبيعوا البضاعه عشان يعرفوا ياخدوا الفلوس بتاعتهم، لكن سليم بيرفض وبيعرفوا ان حماه يبقى لواء في مكافحه المخدرات وان الموضوع من اوله لاخره هيبقى خطر عليهم. ولكن مع زن يحيى بيعرف يقنع سليم انه يشترك معاه ويبقى تاجر ليوم واحد بس، وبيروحوا هما الاثنين لتاجر مخدرات موجود في حاره شعبيه اسمه تاكس، وبيعرفوه انهم معاهم بضاعه ب 15 مليون جنيه وعايزين يبيعوها، فبيوافق ان هو ياخد منهم البضاعه ويبيعها لتاجر مخدرات تاني ب 17 مليون. وبعدين بيمشوا يروحوا هما الاثنين عشان ينقلوا البضاعه من المخزن لمخزن تاني جنب بيته. وبعد ما بيخلصوا يحيى بياخد سليم يعيش معاه عشان سليم مش بيبقى عنده بيت، واول ما سليم بيدخل البيت بيلاقيه مكركب جدا، فيحيى بيبتدي يديله تعليمات ان هو عايش معاه في البيت
البيت يومين بس، وانه مش عايز يحس بوجوده وما يعلقش على اي حاجه هيشوفها. وبعدين بيدخلوا هما الاتنين الاوضه وبيفضلوا يحلموا هيعملوا ايه بالفلوس. وفي وقت ما هما بيحلموا والكلام اخدهم قوي بيقع السرير على يحيى، ولكن ما بيحصلوش حاجه. تاني يوم بيروح يحيى وسليم وتاكس للراجل اللي هيبيعوا له المخدرات، وبيلاقوا ان هما بيبيعوا المخدرات في مكان زارعين فيه اصلا شجره البانجو. فبيبدا يحيى يتكلم مع تاجر المخدرات اللي هو اسمه بليله ويقول له ان هما عايزين يبيعوا البضاعه في اسرع وقت. فبيؤمر الرجاله بتاعته ان هما يطلعوا يجيبوا لهم الفلوس، وبيقول ليحيى ان هو يخرج يجيب لهم البضاعه. ولكن قبل اي حاجه بيدخل عليهم عصابة تانية من البدو، واللي بيكونوا جايين عشان يقتلوا ابو ليلى لانه نصب عليهم في فلوس. وفي وقت ما هم عمالين يضربوا نار على بعض بيحصل حريقة في المكان، وبيبداوا ان هم يشموا الدخان بتاع شجرة المخدرات، فبيدوخوا كلهم وبيوقفوا ضرب نار وبيقعدوا يضحكوا ويهزروا مع بعض. وبعدين بيعرف يحيى وسليم ان هم يخرجوا من المكان وبيرجعوا البيت، وفي البيت بيكونوا جعانين فبيطلبوا بيتزا. وبيقف سليم في البلكونة عشان يستلم البيتزا، وبيلاقي ان عامل التوصيل بيوصل البيتزا في وقت قياسي من عن طريق برنامج. بيجيله فكرة ان هو يبيع المخدرات بنفس الطريقة. تاني يوم بنشوف يحيى وهو راجع الشركة اللي كان شغال فيها، وبيلاقي الموظفين بيتكلموا ان صاحب الشركة شغل بنته فيها، وهي اللي هتمسك الشركة كلها وهتعمل تقييم لكل الموظفين، واللي مش عاجبها هترفضه. وبعدين بيروح سليم ليحيى في المكان اللي شغال فيه، وبيبدأ يفهمه على الطريقة اللي هيبيعوا بيها المخدرات، وهتبقى عن طريق اللعبة اللي سليم كان عاملها، وهي انهم هيحطوا المخدرات جوه اللعبة، والعميل هيبتدي ان هو يطلبها اونلاين، وعامل التوصيل هو اللي هيوصلها للمكان بتاعه. ووقتها بيقول له سليم ان هم كده هيبقوا في امان لان محدش هيعرفهم ولا هيشوفهم. وبيفكر يحيى معاه وبيقول له ان هو يبتدي انه يتكلم مع المديره الجديده ويقنعها ان هو يمسك المخزن بتاع الشركه عشان يقدر يخزن فيه البضاعه والتوصيل يطلع من الشركه نفسها. وبعدين بيقرروا ان هم يسموا اللعبه سيكو سيكو. وبعدين بيروح عشان يجمعوا الفريق بتاعه، فبيجيبوا علي ووليد صحاب سليم وتاكس الديلر واتنين حراس هولندا وكامب وعم خميس اللي هيكون المسؤول عن مندوب التوصيل. وبيروح لام تاكس وخالته عشان يبقوا مسؤولين عن تقسيم البضاعه وتغليفها. وتاني يوم بيبدأ يحيى انه ينفذ خطته، وبيروح للمديرة وبيبدأ يتكلم معاها ويقنعها ان هو عاوز يطور من الشركة، وان هو يشغل الموظفين شيفت مسائي، وان هو يفضل شيفت بالليل مع 2 من رجال الامن اللي هياخدوا بالهم من البضاعة. وبعدين بييجوا هولندا وكيمب عشان يقدموا على الوظيفة. وتاني يوم بيبدأ الخطة بتاعته، وبيتجمع العصابة كلها في مخزن الشركة. وبعد 5 ايام بيحسوا بيأس لان مفيش ولا طلبية اتباعت، وبيبدأ يحيى ان هو يتخانق مع سليم زي زمان لدرجة انهم بيضربوا بعض. وفي الوقت ده بيوصل اول 3 طلبات على اللعبة، وبيبدأ مندوب التوصيل ان هو يخرج عشان يوصل الطلبات. ومع مرور الايام الموضوع بيتطور والطلبات بتزيد واللعبة بتتشهر لدرجة انها بتبقى موجود في كل بيت في مصر، واللي بتبقى معروفة باسم سيكو سيكو بتاعة المخدرات. وفي يوم بتروح داليا مديرة الشغل عشان تعزم يحيى على مكان يخرجوا فيه سوا، وفعلا بيخرجوا وبيقضوا وقت جميل مع بعض لحد ما هم مروحين بتقول له انها نسيت حاجات في الشركة وعاوزة ترجع عشان تاخدها. فبيتوتر وقتها يحيى لانها لو رجعت الشركة هتعرف الخطة بتاعتهم. وبيحاول يحيى ان هو يرن على سليم لكن ما بيردش عليه، فبيبعت له رساله، ولما سليم بيشوفها بيتوتر جدا وبيخلي هولندا الامن يخرج عشان يعطلهم بره عقبال لما يقفلوا الاجهزه ويلموا كل حاجه. وفعلا بتدخل داليا الشركه وما بتحسش باي تغيير في المكان، ولكن وقت ما هم بيتحركوا في الشركه بيوقعوا كوبايه على الارض. فبتخرج داليا وبتسال يحيى عن مصدر الصوت، فبيضحك عليها ويقول لها ان هو جاي من غرفه الاجتماعات. وفي وقت ما هي ماشيه بتسمع صوت قطه، فبيضطر وقتها سليم انه ياخد القطه من عماد وبيرميها على الارض. فبتاخدها داليا وبتبقى مبسوطه بيها جدا لدرجه انها عاوزه تربيها، وبيفضلوا كاتمين بق عماد لانه بيبقى متضايق ان هي تاخد القطه وانه متعلق بيها جدا. فبيحاول يحيى وقتها ان هو يقنع داليا انها تسيبها لانها ممكن تكون مريضه وتنقل لها اي ميكروب. فعلا بتقتنع وبتمشي في المكان وبتعدي الليله، وبيكملوا اللعبه بتاعتهم وبيكسبوا منها فلوس كتير جدا لدرجه ان سليم بيروح يتقدم لغاده وبيخطبها، وبيحددوا ميعاد الفرح عشان يتجوزوا، والفلوس بتكتر في ايديهم وبيشتروا عربيات وبيسهروا في اماكن غاليه. لحد ما في يوم بيجي تاجر مخدرات اسمه شحاته وهو ماسك كيس من المخدرات اللي هما بيبيعوه، ولما بيشمها بيقول ان دي البضاعه بتاعت محمود البحيري اللي هو عمهم، وبيتضايق جدا لان محمود كان سارق الحاجات دي من زعيم العصابه اللي بيشتغل معاه شحاته. فبيقرر ان هو يروح يدور على محمود، وبيروح مكتب المحامي سليمان وبيكون عاوز يعرف منه مكان محمود. فبيقول له ان محمود مات من اسبوعين وان اللي ماسك البضاعه دلوقتي ولاد اخوه، وبيوزعوا البضاعه عن طريق لعبه سيكو سيكو، وبيقول له على مكان بيت يحيى. وفي الشركه بنشوف داليا وهي بتقول ان استهلاك الكهرباء زي
ميت في الشركه اليومين اللي فاتوا، وبتنزل عشان تشوف الكاميرات وبتكتشف ان هم بيتفرجوا على صور ثابته، وبتفهم ان في حد لاعب في الكاميرات. وبعدين بنشوف اللي هو وائل حمى سليم وهو عامل اجتماع مع بقيه الضباط عشان بيتكلموا على اللعبه اللي بتوزع المخدرات، وعايزين يعملوا خطه عشان يمسكوا اللي ماشي وراها. تاني يوم بيروح شحاته بيت يحيى، وبيكون سليم بيجهز نفسه عشان نازل يقابل غاده واهلها، وبيدخل عليهم شحاته وبيكون عاوز البضاعه اللي عمه سارقها منه، فبيتريق يحيى عليه وبيقول له انه يفتح النور عشان مش شايف، فبيروح يفتح النور فبيتكهرب، وبيفتكروا انه مات فبيلفوه في ملايه وبيحطوه في شنطه العربيه. وبيروح سليم يقابل غاده واهلها، وهناك بيقول لهم ان الشقه حلوه وهيشتريها، فبيقول له وائل وليه الاستعجال؟ فبيقول له اصل ابن عمتي مستنيني في العربيه، فبيقول له وائل ان هم هيجوا معاه يوصلهم في الطريق، وبيروح يركبوا معاه. وفجاه وهم قاعدين في العربيه بيسمعوا صوت حركه جاي من شنطه العربيه، وبيفهموا ان شحاته لسه عايش، فبيعلي يحيى صوت الاغاني وبيفضل يعمل حركات غريبه لان وائل لو شم خبر هيقتلهم، والحمد لله بتعدي على خير. وبعدين بينزلوا في الصحراء وبيعرفوا هناك ان شحاته عارف لعبه سيكو سيكو بتاعتهم، فبيهربوا منه بسرعه وبيرجعوا البيت عشان يلحقوا يلموا الفلوس قبل ما حد يطب عليهم. وبالفعل بييجوا عصابه شحاته وبيكسروا عليهم الباب. في الوقت ده بيكون يحيى نط من البلكونه بالفلوس، وسليم استناهم يدخلوا وهرب من السلم، وفضلت في مطارده طويله ما بينهم لحد ما قدروا انهم يمسكوهم هناك. ولما مسكوهم بيكونوا عايزين يموتوهم لحد ما وصل تاجر المخدرات الكبير حاتم حرفوش، واللي بنفهم منه ان عمهم كان اخد منه البضاعه قبل ما يموت باسبوع، بس مات وملحقش يبيعها، وبيتفق معاهم ان هم هيشتغلوا معاه ويبيعوا له البضاعه بتاعته كلها عن طريق اللعبه بتاعتهم، مقابل انه هيسيبهم عايشين وهيدولهم فلوس زياده 100 مليون جنيه، ومش بيبقى قدامهم اي حل غير انهم يوافقوا. وبعدين بيروحوا الشركه وبيبقوا قاعدين هما الاثنين، وبيبقى باين ان هما متضايقين جدا، وفجاه بيوصل ليهم طلبيه على الشركه، وما بيبقاش عارف مين فيهم اللي طلب الطلبيه دي لحد ما بتدخل عليهم داليا، وبتكون هي اللي طلبت الطلبيه، وقالت ليهم ان هي رمت البضاعه بتاعتهم كلها في البحر، وللاسف مش هتقدر تبلغ عليهم لانها هتبقى شريكه معاهم، كانوا بيستخدموا الشركه بتاعتها. ووقتها يحيى بيطلب منها انها تسيب سليم وبقيه الرجاله يمشوا، وبيحاول انه يتكلم معاها لكنها بتهينه جامد وبتقول له كلام يجرحه، وبعدين بتسيبه وتمشي. ولما بيخرج لسليم بيقول له انه مش عايز يكمل في اللعبه دي، بس سليم بيقول له انه عايز يكمل لانه عايز يتجوز، فيحيى مش بيعجبه الكلام وبيسيبه يمشي. وبعدين بنشوف وائل وهو قاعد مع الضابط، وبيبداوا ان هم يتكلموا ان هم وصلوا الاثنين اللي بيشتغلوا في اللعبه، وبيطلع لهم صورهم وبيقول على اسمهم. ووقتها وائل بيتعرف على سليم خطيب بنت، ولما بيروح وائل البيت بيلاقي ان سليم موجود معاه، فبيطلب منه انه عايز يتكلم معاه في كلمتين سوا، وبيدخلوا الاوضه وبيفهمه ان هو عارف انه بيتاجر في المخدرات، وبيتعصب عليه جامد وبيقول له ان ممنوع يقرب من بنته تاني، وبيتفق معاه انه هياخدها وينزلوا ويقول لها بره انه مش عايز يكمل لان مش عايز انها تيجي منه، وبياخدها فعلا وبينزلوا. ووقت ما هم واقفين بيختاروا الجهاز بتاعهم بيقول لها سليم انه حاسس انه مش مرتاح ومش عاوز يكمل، وساعتها بتصدم غاده وبتفضل تترجاه انهم خلاص هيتجوزوا وانه اكيد بيهزر، ولكن بيتعصب عليها وبيقول لها انه مش هيكمل غصب عنه، فبتزعل جدا وبتقعد تعيط وتسيبه وتمشي. وبعدين بيروح سليم لوائل المجد وبيبدا انه يحقق معاه ويفهم منه، ولكن ما بيقتنعش وائل باي حاجه من اللي سليم بيقولها، وبيعرفه ان لازم واحد فيهم هو اللي يشيل الليله، يا هو يا يحيى، وما ينفعش يعرف يحيى اي حاجه، وانه يخليه يشتغل مع حاتم حرفوش ليله واحده بس عشان يقدر يقبض عليه، وان وقتها هيكون شاهد بس. وفعلا بيمشي على الخطه بتاعته وبيروح المخزن اللي اتفقوا ان هم يخزنوا فيه البضاعه، وبيقابلوا هناك حاتم حرفوش وبيقول لهم ان هو جاب لهم الحاجات اللي كانوا عاوزينها. وقتها سليم بيفتكر كلام وائل اللي قال له ان اول ما تشوف حاتم ابعت له رساله وحاول يهرب من المكان قبل ما حد يقبض عليه، وفعلا بيبدا ان هو يبعت له رساله وبيستأذن وبيقول انه عايز يدخل الحمام، وبيسيب يحيى في المكان، وفجاه الشرطه كلها بتهجم على المكان وبيبداوا ان هم يضربوا نار، وبيفتكر وقتها يحيى ان سليم باعه، لكن سليم بيوصل بالعربيه على اخر لحظه وبيقول ليحيى ان هو عمره ما هيسيبه لوحده وانه هيشتغلها معاه، وبيفضلوا يتخانقوا على مين هيشتغلها لوحده. وفي وسط الخناق بيعترف يحيى ان هو كان رخم معاه زمان، وبيبداوا ان هم يتصالحوا مع بعض، وفجاه بتيجي الشرطه وبتقبض عليهم كلهم وبيدخلوا كلهم السجن. وبعد مرور 3 سنين بيخرجوا، وبيبدا يحيى ان هو يروح عشان يقدم على وظيفه، هو قاعد بيسمع الاتش ار بتتكلم مع موظف عندها واللي بيكون بيدور على ورقه، فبتقول له انه لو شال الصندوق هيلاقي الورقه تحت الصندوق. وفجاه بيستنتج يحيى حاجه من الوصيه بتاعت عمه، وان عمه وقتها كان كاتب ليهم انهم لو حركوا العفش من مكانه الفلوس موجوده تحت العفش. وبيروح بسرعه لسليم وبيساله على المفتاح، وبيبداوا يفهموا ان المفتاح كانوا 2 مش واحد، وان واحد كان بيفتح الجراج والتاني ما كانوش عارفين بيفتح ايه. وبداوا يفهموا ان عمهم كان قصده انهم يحركوا عربيه العفش
بحالها، وان البضاعه دي ما كانتش مسروقه ولا حاجه، وان عمهم كان اخدها من حاتم حرفوش عشان يبيعها ولكن مات قبل ما يبيعها، فكان شايلها في العربيه وقتها، وان اصلا عمهم كان كاتب الوصيه قبل ما يموت باسبوعين، وان اخد البضاعه دي قبل ما يموت باسبوع واحد. فوقتها بياخدوا العربيه وبيروحوا للمخزن تاني، وبيبداوا ان هم يحركوا العربيه بحالها، وفعلا بيلاقوا ان في بوابه حديد تحت العربيه وبيفتحوها بالمفتاح التاني، وبيلاقوا ان فيها كراتين، ولما بيفتحوا الكراتين بيلاقوا ال 15 مليون الورث بتاعهم، ومن الصدمه بيقعدوا يضحكوا من غبائهم وانهم دمروا حياتهم كلها والفلوس كانت قدام عينيهم طول الفتره دي. وكده يبقى فيلمنا خلص. سلام.